السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كترحب بكم قناة مطبخ أم يمينة. اللي دخلوا جداد مرحبا بهم وتهم يتابوناو معنا، واللي معنا ديما مرحبا به والف مرحبا. اليوم عندنا اللحم بالبرقوق. عندنا هاد الكمية ديال اللحم، وعندنا الملحة بطبيعة الحال، عواد ديال القرفة، عندنا نص معلقة صغيرة تاع التوابل ديال اللحم، وعندنا نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، نص معلقة صغيرة بابريكا أو فلفلة حمراء، ونص معلقة صغيرة ديال السكنجبير، وعندنا وحدة هادي يقولوا لها قعقلة أو نجيمات أو كل واحد كي كيسميها، المهم هادي، وعندنا ملون اصطناعي أو زعفران، وعندنا زيت المائدة. أول حاجة غادي نحتاجو هنا الملحة على حسابكم، وعندي ملون غذائي غادي ندير واحد الكميه لا باس بها، وغادي نضيف الزيت، وغادي نخلط هاد الملحه مع الزعفران والزيت. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال اللحم بالبرقوق، اللي كيجينا اللحم محمر وكيجينا في نفس الوقت بنين مع كيتقلى في الملحه بهذه الطريقه هذه. هذه هي الطريقه ديال الوالده ديالي، وماكلتها دائما بنينه صراحه. طريقه كديرها في المناسبات وفي الاعراس وكل شيء، كتجيها هاد الطريقه زوينه، كيجي اللحم بالبرقوق محمر وبنين. التتبعين ديالي انا ما كنديرش الكويات، ما كيعجبونيش وما نعرفش نخدم بهم صراحه، كيعجبني نخدم هكا بيديا. هاو كما راكم تشوفوا اللحم ديالنا لبسناه كاع بداك الزعفران والملحه والزيت، وغادي نجيب واحد المريميطه بحال هكا تكون صغيره، وغادي نضيف فيها الزيت واحد الكميه شويه لا باس بها بحال هكا، واحد قيمه كاس صغير ديال الزيت. كما راكم تشوفوا حنا ضفنا هاد المرميطه هنايا فوق البوطه ودرنا فيها الزيت، خليناها حتى حمات، وغادي نبقى نحط بالطرف بالواحد، لان علاش درت هاد المرميطه هذه باش ما نديرش في الكوكوط، باش ما تهزليش الزيت بزاف. حتى كنقلي بالطرف هاد اللحم ديالي، نخليه كامل ونولي نحط هاد الطرف في الكوكوط ونولي نزيد الطرف الاخر حتى كنكملهم كاملين. ها كما راكم تشوفوا اللحم ديالنا تحمر على كل جهه. صافي غادي نقلعه ونديرها في الكوكوط اللي غادي نصب فيها اللحم، وغادي نزيد الطرف الاخر بنفس الطريقه حتى هو. هاد التخميره هذه هي اللي كتعطي البنه للحم، كيجي زوين، كيجي بحال مقلي وهو ماشي مقلي، طايب في الكوكوط.
كما راكم تشوفوا قليناه بالظرف، ها هو درناه في الكوكوط. وديك الزيت اللي قليت فيها اللحم كما راكم تشوفوا، ها هي غادي نهز منها واحد 4 المعالق كبار حتى ل5. صافي. وغادي ندير واحد البصله كبيره مشلضه، غادي نكبها على اللحم ونخليها تشحر واحد شويه، عاد نزيد التوابل. كما راكم تشوفوا ندير هنا مرميطه درت فيها كميه ديال البرقوق، غسلته ودرت فيه الماء وغادي نديره يتسلق واحد المده نتاع 5 دقائق ونرجع معكم. صافي. غادي نضيفوا التوابل، هاد الباديانه هادي كتعطي واحد البنه في اللحم زوينه صراحه. وهاد العواد ديال القرفه نديرهم على الجنب منا. صافي غادي نبدا نقلب في اللحم، خليه غير واحد الدقيقه يتقلى. صافي. وغادي نروي. صافي كما راكم تشوفوا داز دقيقه ورويت اللحم ديالي، غادي نبلع عليه حتى كيطيب. كما راكم تشوفوا ها هو البرقوق ديالنا تسلق. عندنا هنايا واحد كميه ديال نص كاس ديال ما زهر، وعندنا غادي نضيفوا شويه ديال الزيت والقرفه عواد و3 المعالق سنيده كبارين. غادي نجيب واحد المرميطه ندير فيه البرقوق ديالي، قرفه، ماء الزهر سنيده، وعندي هنايا قيمه 2 معالق ديال الزيت. انا ما كنديرش الزبده لان الزبده ملي كيبرد البرقوق كيبان مضبب، كيبقاش يبريي. الزيت كيخليه يبريي. عندي 2 معالق كبار ديال الزيت. صافي غادي نخليه واحد شويه بحال هكا بلا ما طاب لي المرق. اللحم ديالي غادي نقلع واحد شويه ديال المرق ونضيفو في هذا البرقوق هذا. صافي غادي نزيد عليه واحد المغرف صقيه هكا كبيره ديال المرق ديال اللحم. صافي غادي نديرها فوق البوطه. صافي درته فوق البوطه يطيب. ها هو شوفوا راه يطبخ حتى كنخليه يطبخ مزيان يتعسل. كياخذ شوفوا كي ولا تعسل ولا يبري. كنحس بلي البرقوق ديالي طايب وصافي نحيدو. ها هو كما راكم تشوفوا الطبق النهائي ديالي. شوفوا كي جا اللحم بالبرقوق جا كيشهي. شوفوا اللحم جا محمر. هو السر ديالو ديال هذا اللحم اللي كيجي هكا محمر هو ديك الطريقه نتاع القليان بوحدو في الاول. شوفوا كي جا بحال القوقاو تبارك الله طايب زبده. وما تنساونيش بلي لايك ولي زابوني ديالكم وبالصحه والراحه ومع السلامه.